الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم كيتشن حليمة موروكو مع وصفة جديدة، وكنتمنى إن شاء الله أن الوصفة ديال اليوم تنال إعجابكم وتشاركوها مع العائلة والأصدقاء ديالكم لدعمي وتشجيعي. ما تنساوش كذلك لايك واشتراك والجرس ليصلكم جديد الوصفات، وشكرا لكم جميعا على الدعم والتشجيع. ونخليكم مع مقادير الوصفة وطريقة التحضير بإذن الله. بالنسبة للوصفة أولا غتكون هي فقاقس عاشوراء، غيكونوا بنكهات مختلفة وبأشكال كذلك مختلفة ورائعة. كنتمنى أنها تنال إعجابكم بإذن الله. ومقادير هذه الوصفة: أول حاجة غنمروا المقادير ديال النكهات. عندنا النكهه الاولى غتكون حاره، وهنا عندنا الفلفل الاحمر وعندنا الهريسه. النكهه الثانيه غتكون هو الفرماج محكوك والزعتر. النكهه الثالثه غتكون المعدنوس اللي طحناه مع الزيتون الاخضر باش كيعطينا النكهه واللون اخضر. والنكهه الرابعه غتكون عاديه بالمطارد. والنكهه الخامسه غتكون بحبوب الخشخاش اللي كيجيو رائعين في الشكل وفي المذاق. بالنسبه للعجين عندنا نصف كيلو ديال العجين، عندنا 2 فرماجات، عندنا نصف ملعقه صغيره خميره الحلوى، عندنا 2 معالق كبار ديال الكاشير محكوك، عندنا بيضه، عندنا شويه ديال الخميره حبوب، عندنا ملعقه كبيره عمراء ديال الزبده، عندنا الملح، وعندنا نصف كاس خليط ما بين زيت العود والزيت عاديه. ودابا الان غنمروا العجين. ملي غنعجنوها غنقسموها على 5 وعاد غنزيدوا فيها المكونات. فاول حاجه غنبداو بها هي العجين باذن الله. دابا الان غنبداو تحضير العجين باذن الله. عندنا نص كاس ديال الزيت، عندنا بيضه، عندنا الزبده، كنخلطوا هاد المكونات شويه على هاد الشكل غير تطلق لينا مع بعضها. والزبده كتكون بحراره المطبخ باش كتطلق لينا بسرعه. دابا الان كنزيدوا الملح لان المطارد مالح وبقيه المكونات الفرماج فما نكثروش الملحه. دابا الان كنزيدوا الكاشير، كنعملوا الخميره حبوب، عندنا 2 فرماجات، واللي بغى كميه كثيره يدوبل المقادير. دابا الان كنخلطوا بيدينا باش كنتحكموا في الخليط مزيان. دابا الان كنزيدوا شويه الفرماج محكوك، فما كنكثروش بزاف، غير كنسمو به تقريبا 1-2 معلقات ولا معلقه ونصف باش كيجي المذاق ديال الفرماج محكوك فيهم كاملين. بالنسبه للطحين كنعملوا نصف كيلو ديال الطحين 500 غرام بالطبع. فكنكملوا بالماء لجمع العجين، كنعملوا الخميره الكيماويه، كنجمعوا العجين بسبسوه على هذا الشكل هذا، ومن بعد كنكملوا بالماء. الماء كنضيفوا شويه بشويه، فما كتهش لينا الماء، ما كتهش توصلش لينا تقريبا نصف كاس ديال الماء باش كنجمعوا بقيه العجين. فكنحاولوا نرملوها على هذا الشكل حتى كتنسجم المكونات كامله. دابا الان كنضيفوا الماء شويه بشويه وكنحاولوا ما نكتروش غير باش تجمع لينا العجين.
والعجين ديال الفقاقس ما كتدلك ما حتى شي حاجه، غير كنجمعوها وكنخدموها مباشره. دابا الان يعني ما غنزيدوش الماء، فالعجين تجمعات لينا. نحاولوا نخلطوها مزيان باش تجانس المكونات كامله، ومن بعد نشوفوا الشكل النهائي ديالها باش نقسموها. دابا الان العجين جمعناها على هذا الشكل كيف كتجي كتلاحظوا. دابا الان نحاولوا نقسموها على 5 اطراف. فنخليو كل طرف على هذا الشكل. في هذه اللحظه غنبداو نشكلوا في المذاقات. فعندنا اول شكل غنعملوا فيه شويه الزعتر، ما نكثروش بزاف على حسب الكميه اللي عندنا ديال العجين. غنعملوا شويه د الفرماج محكوك، وكنحاولوا ندخلوا هاد المكونات في العجين على هاد الشكل حتى بعد ما خلطنا الخلطه ديال الشكل الاول نمروا للشكل الثاني، هو اللي غنعملوا فيه الهريسه والفلفل الاحمر باش كيعطينا اللون. وحتى الهريسه نحاولوا ما نكثروش بزاف. كنبقاو ندخلو في هذا الخليط على هذا الشكل بشويه حتى كينسجم مع العجين وكتولي لنا لون واحد، كتعطينا لون موحد. وهذا هو اللون ديال الخلطه بالهريسه. كيف كتلاحظوا الفلفل الاحمر انسجم اللون ديالها وعطاتنا اللون احمر. دابا الان نمروا اللون الاخضر اللي هو الزيتون اخضر اللي طحناه مع المعدنوس حتى هو كذلك. كنبقاو ندخلوا اللون غير بشويه حتى كينسجم لينا مع المكونات، وإلا بان لينا اللون ناقص كنزيدوا شويه بشويه حتى يعطينا كذلك لون موحد. فالخليطه ديال الزيتون والمعدنوس كيف كتلاحظوا عطانا لون مائل للخضوريه، واللي بغى اللون الاسود كذلك كيعمل الزيتون الاسود كيطحنو. دابا الان نمروا للخلطه الثالثه اللي غنعملوا فيها باذن الله مطارد. فهاد المذاقات كاملين كيجيو رائعين، واللي بغى يعمل غير مذاق واحد بامكانه يعمل غير اما الحار او لا الحلو، اي شكل بغى يكتفي به كيكتفي به. فانا بغيت نعمل اشكال ومذاقات متعدده وبعجينه وحده. كنحاولوا ندخلوا هاد الخلطه ديال المطارد في العجين حتى تنسجم ونشوفوا الشكل النهائي ديالها باذن الله. وهذا هو الشكل ديال المطارد جمعناه، فهو كيبقى في اللون ديالو ما كيتبدلش له اللون المطارد. دابا الان نمروا للشكل الاخير هو اللي غنعملوا فيه هاد حبيبات الخشخاش. كنعملوا واحد الكميه، ما نحاولوش نكثروا بزاف. كنحاولوا كذلك حتى هي ندخلوها في العجين. الكميه كتبقى على حسب الذوق، فهو كيعطي مذاق رائع بالنسبه لا في قريشلات ولا في الخبز ولا في قيقصات على هذا الشكل، فكيجي المذاق ديالو رائع. وكذلك في التزيين ديال بذور الخشخاش كيف كتلاحظوا شكلناها. دابا الان شكلنا كيف كتلاحظوا 5 الالوان و5 المذاقات،
والمذاقات مختلفين، وحتى الاشكال باذن الله فغتكون مختلفه، كل شكل غيكون مختلف الاخر. دابا الان نحاولوا نعملوا كل وحده في بلاستيك غذائي على هذا الشكل هذا، ونخلوهم واحد ربع ساعه او لا حتى نصف ساعه يرتاحوا، ومن بعد نرجعوا باش نشكلوهم باذن الله. بالنسبه للفقيقطات كيف كتلاحظوا خليناهم تقريبا 20 دقيقه حتى ارتاحوا شويه. دابا الان غنبداو بالتشكيل ديالهم. فاول بالنسبه للاشكال اللي غنبداو بها هي اللي غتدخل الفريغو باش كتجمد، عاد كنقطعوها وندخلوها الفرن، والباقيين اللي غنقطعوهم خضرين وندخلوهم الفرن نخلوهم يزيدوا يرتاحوا اكثر. فغنبداو ان شاء الله. عندنا هنا اللون الاخضر ديال الزيتون، فكنعملوا على هذا الشكل واحد اللوالب، كيبقاو على حسب كل واحد كيفاش بغاهم، واش عراضين بزاف او لا. المهم حنا كنحاولوا نشكلوهم متساويين، كيكون واحد اللولب متساوي القياس، ما كيكونش فيه واحد المسافه رقيقه وحده غليظه، فكنحاولوا نشكلوه متساوي. كيف كتلاحظوا على هذا الشكل كنحاولوا نقادوه على هذا الشكل هذا. دابا الان كنحاولوا نشكلوا فيه واحد الهرم كيعطينا كنحاولوا نضغطوا في الاسفل باش يعطينا واحد العرض في الاسفل، وكنرقوه في الاعلى باش يعطينا واحد الهرم على هذا الشكل هذا، باش ملي كيجمد على شكل فرماجه ملي كنقطعوه كيف كتلاحظوا على هذا الشكل. دابا الان كنديروه في واحد البلاطو اللي غيدخل لينا الثلاجه، ونكملوا هاد الكميه باذن الله. دابا الان من بعد ما سالينا الشكل الاول وشكلناه جوج حرابل على هذا الشكل، غنمروا باش نشكلوا الشكل الثاني. بالنسبه للشكل الثاني فغنعملوه لوالب، غنقسموه في النصف على هذا الشكل، غنعملوه غير لوالب عاديه باش اننا نقطعوه على شكل دوائر. فهو ملي كندخلوه الكونجيلاتور وكيجمد فبامكاننا اي شكل نقطعوه عليه، فكيبقاو الاشكال اختياريه، بامكاننا نقطعوه مائل او اي شكل بغينا. فكنخلوه على هذا الشكل هذا، ونمروا باش نشكلوا اللولب الثاني حتى هو نفس الطريقه. فكنحاولوا نتحكموا فيه باش يعطينا نفس القياس كيف قلت في الاول على هذا الشكل. فهادو هما الاشكال اللي غندخلوهم ان شاء الله الكونجيلاتور يجمدوا، ومن بعد نقطعوهم وندخلوهم يطيب، ونرجعوا نشكلوا الاشكال الاخرى اللي غطيب مباشره. فبالنسبه للاطا كنعملوا فيها واحد الورق المطبخ على هذا الشكل، اولا كندهنوها مزيان. كناخذوا هذا الشكل اللي عملناه ديال الهريسه وديال الحار، حتى هو كذلك كنشكلوه واحد جوج ديال اللوالب. هذا كنعملوه يطيب دابا مباشره، ولكن بالنسبه للطياب ديالو فكنسخنوا الفران وكنقصوا عليه بزاف، كيبقى يطيب غير على نار مهيله باش ما كيتحرقوش وما كيطيبوش بصفه عامه. مجرد ما كيبداو يشدوا راسهم فكنخرجوهم، ما كنخلوهمش حتى كيطيبوا باش كنقدروا نقطعوهم وما كيتهرسوش لينا. فكنخلوه على هذا الشكل. فالكميه واخا قليله ملي كنقطعوها فكتعطي واحد الكميه كافيه على حسب كل واحد شحال بغى، واللي بغى كميه اكثر فيضاعف المقادير، فكيبقاو المقادير اختياريه. دابا الان كندخلوهم كيف قلت الفران يطيبوا في الاعلى، ونخرجوهم يشدوا راسهم ونخرجوهم نقطعوهم ونرجعوهم يطيبوا مره اخرى. بالنسبه للاشكال الاخرى المتبقيه فغنمروا الان
لشكل اخر. غنجيب واحد بلاستيك غذائي على هذا الشكل هذا، غنجيبوا العجين وغنحاولوا نطلقوها ما بين بلاستيكه وبلاستيكه باش ما تلصقش لينا على سطح العمل على هذا الشكل. كنحاولوا نرقوها مزيان. وهذا كيف كتلاحظوا الشكل ديال الزعتر، فالزعتر جا باين فيه. كنحاولوا نطلقوا العجين مزيان لان فيها شويه ديال الخميره، فما نخلوهاش طالعه باش يجيونا فقيقصات مقرملين ورقاقين. كنحاولوا نطلقوها مزيان. فمن بعد ما اطلقناها العجين على هذا الشكل كيف كتلاحظوا ما جاتش لاصقه نهائيا. فدابا الان نحاولوا نشكلوها، اما نشكلوها بهذا الشكل او لا هذا. فعندنا جوج ديال العجين، وحده نشكلوها بهذا الشكل. بالنسبه للاشكال فكتبقى اختياريه على حسب المتوفر. فكنقطعوا العجين كامله كيف كتلاحظوا، فان العجين ما كتلصقش. كنحاولوا كيجيو على هذا الشكل وريضات. كننزلوهم في واحد اللاطه اللي نزلنا فيها واحد الورق الطبخ من الاحسن، فكيجيونا ساهلين. كنكملوا التشكيل ديال هاد الوريضات ومن بعد نشوفوا الشكل النهائي ديالهم من بعد ما نساليوهم باذن الله. دابا الان من بعد ما قطعناهم نحاولوا نحيدوا هاد العجين، وهاد العجين حتى هي كنعاودوا نشكلوها مره اخرى، فما كنضيعوش فيها. كنخلوها هنا ترطب شويه على ما نحيدوا هاد الوريضات ونرجعوا ليها نشكلوها مره اخرى. كتلاحظوا بانهم كيجيو متساويين في الشكل. فدابا الان في هذه اللحظه بقى لينا حبوب الخشخاش، حتى هما كذلك نحاولوا نطلقوهم بين واحد البلاستيكه وواحد البلاستيكه على هذا الشكل، وتا هما نشكلوا منهم واحد الشكل رائع. فكنطلقوها ومن بعد نشوفوا الشكل ان شاء الله اللي غنشكلوه بها. دابا الان نحاولوا نقطعوها بالشكل اللي بغينا. نحاولوا ناخذوا هذا الشكل بحال الوريضه، كنتكيو عليه مزيان كيخرج لينا على هذا الشكل هذا كيف كتلاحظوا. فهما هاد الفقاقص كيبغيو شويه ديال الخاطر وشويه ديال الصبر، ولكن ملي كنشوفوا النتيجه ديالهم في الاخر فكيجيو رائعين. فكنكملوا التتمه ديال هاد الفقاقص هادو ومن بعد نشوفوا الشكل ديالهم النهائي قبل ما ندخلهم الفرن باذن الله. بالنسبه للاشكال ديال الفقيقصات جوج كيف كتلاحظوا شكلناهم والاشكال ديالهم جاو رائعين. دابا الان قبل ما ندخلهم الفران نحاولوا نزينوهم. بالنسبه ديال حبوب الخشخاش غنديروا ليهم الخشخاش، شويه الخشخاش، غنديروا ليهم شويه الزنجلان، وغنديروا كذلك زريعه الكتان من الفوق. وبالنسبه ديال الفرماج والزعتر نحاولوا نزينوهم كذلك بالفرماج من الاعلى. دابا الان ناخذوا البيض ونحاولوا ندهنوهم كاملين. فبالنسبه للبيض لان عندنا الاشكال صغيره فما غنديرهمش في شيته، غنديروا شويه القطن على هذا الشكل فتا هو عملي. وكنحاولوا ندهنوا الفقيقصات على هذا الشكل، كندوزوا عليهم كاملين كندهنوهم. غنكمل الدهن ديالهم بالبيض ومن بعد نرجعوا باش نزينوهم بسرعه.
فدابا الان ديال الفرماج دهناهم بالبيض، فنحاولوا نزينوهم بالفرماج قبل ما ينشفوا لينا من البيض، ومن بعد نكملوا الاشكال الاخرى. فكنعملوا شويه د الفرماج في الاعلى على هذا الشكل. فكيف ما سبق وقلت لكم، فهاد الفقيقصات كيبغوا شويه د الخطر، فما كنحاولش ننزلوا الفرماج من الجوانب غير الوسط، كنعملوا غير شويه غير للتزيين. الاحسن انهم كيكونوا صغارين فكيعطيو المنظر رائع. فكنكملوا التزيين بالفرماج ومن بعد ندوزو للشكل الثاني باذن الله. دابا الان من بعد ما زينا الشكل الاول بالفرماج، غنمروا باش غندهنوا الشكل الثاني كذلك بالبيض على هذا الشكل. كنحاولوا نعملوا البيض في الوسط. بالنسبه للتزيين كنعملوا حبيبات ديال الزنجلان على هذا الشكل في الوسط، فالتزيين كيبقى اختياري. كذلك كنعملوا حبيبات الخشخاش، كذلك زريعة الكتان، فهي مفيدة ورائعة في التزيين، وكذلك صحيا فهي مفيدة. دابا نكملوا التزيين على هذا الشكل حتى نساليو البلاطو ديالنا. بالنسبه للتزيين ديال الفقيقصات كيف كتلاحظوا فهما واخا صغارين في الحجم، في التزيين ديالهم جرائع. بالنسبه لهذا الشكل زيدته بزنجلان وحبيبات الخشخاش وكذلك زريعه الكتان. هذا اللي بالزعتر زينته بالفرماج. دابا الان غندخلهم الفران، غيطيبوا على النار مهيله بعد ما كان الفران السخون، ومن بعد ملي نخرجوهم نشوفوا الشكل ديالهم النهائي. فبالنسبه للشكل الحار ديال الهريسه هو هذا، دخلناه الفران طاب نص طيبه وخرجناه. دابا الان نحاولوا نقطعوه باش نرجعوه يطيب في الفران. طيبناه غير في الاعلى، دابا الان نحاولوا نطيبوه في الاسفل، وكنبقاو نقلبوا فيه بيدينا باش كيتحمر لينا وكيتقرمش، ومن بعد نخرجوه. دابا نمروا الطريقه ديال التقطاع ديالو. فبالنسبه للتقطاع ديالو فكيتقطع مائل على هذا الشكل، وبالنسبه للتقطع مائل يعني كتبقى الحجم كيف ما بغيتو على حسب كل واحد. الا بغيتوه طويل اكثر كتميلو اكثر. فكيف كتلاحظوا انهما كيجيو صغارين على هذا الشكل هذا. كنكملوا التقطاع ديال هاد الفقيقسات ومن بعد نشوفوا الشكل ديالهم النهائي قبل ما ندخلوهم الفرن. فهذا الشكل ديال الهريسه اللي قطعنا دابا. كيف قلت غندخلوه الفران في الاسفل يطيب، ونعاودو نحركو غير بيدينا اولا نقلبوه بسرعه باش يطيب لينا مزيان، اولا كان الفران سخون مزيان ندخلوه الاعلى شويه يتحمر من التحت وعاد نهبطوه من الاسفل. كيف كتلاحظوا ان الشكل ديالو جرائع، وانا قطعته مائل صغير. بامكانكم تزيدوا تميلوه اكثر الا بغيتوا تقطعوه شويه كبير. دابا الان ندخلوه الفرن ومن بعد نشوفوا الشكل النهائي حتى يوجدوا الاشكال الاخرى باذن الله. فهذا هو الشكل ديال الهريسه كيف كتلاحظوا، لا في اللون ولا في الشكل جرائع. خرجناه من الفرن تحمرنا من جوج جهات، جا مقرمش وجا رائع. فمن بعد نخرجوا الاشكال الاخرى من الفرن ونشوفوها كيفاش ان شاء الله. كذلك جوج الاشكال لا ديال الفرماج ولا ديال الخشخاش خرجناهم من الفران، جاو على هذا الشكل. كيف كتلاحظوا بان الفرماج كيذوب وكيبقاو في الاعلى كيجوا منفخين شويه وكيجيو خاويين من الوسط ومقرملين، كيجيو رائعين وكيجيو مقرمشين. كذلك الشكل ديال الخشخاش واللي زيناه كذلك بزنجلان فكتلاحظوا كيجي شاد فيه بالبيض. كذلك ديال زريعه الكتان فهو كيجي شاد وكيجي رائع. فالمنظر ديالهم واخا صغارين فكيجيو رائعين وغزالين. من بعد نشوفوا الاشكال الاخرى اللي باقا لينا في الكونجيلاتور ان شاء الله نجبدوها نقطعوها باش ندخلوها الفران. دابا الان كنمروا باش نقطعوا الاشكال الاخرى. هذا بالنسبه للشكل الاخضر ديال المعدنوس والزيتون اللي دخلناه الكونجيلاتور جمد على هذا الشكل. ما كنحاولوش نجبدوهم كاملين، كنجبدوا
بالواحد حتى نقطعو عاد نجبدو الاخر باش ما يذوبش لينا ويبقى شاد لينا لا فورم ديالو. دابا الان كنحاولوا نقطعوه بسرعه على هذا الشكل. كنحيدوا هالاطراف الواله. بالنسبه للعرض كناخذوا العرض اللي بغينا حنا على هذا الشكل هذا. فكيجيو بحال الشكل ديال مثلث او شكل ديال فرماجه على هذا الشكل. فحتى هاد الطريفات الاولين اللي كيكونوا رقاق حتى هما كنخلوهم يطيبوا، فكما كنضيعوهمش حتى هما. كنحاولوا نقطعوا دابا هاد الاشكال. كي قلت العرض كيبقى اختياري. كنعملوهم في اللاطه اللي غتدخل الفرن. بعد ما عملنا واحد الورق ديال الطبخ على هذا الشكل هذا، دابا الان كنكملوا التقطاع ديال هذا الشكل ديال الفقيقصات. فدابا الان كيف ما كتلاحظوا سالينا التقطاع ديال الشكل الاخضر ديال الزيتون، فكيبقى شاد لينا الفورمه ديالو اللي بغينا حنايا. فدابا الان كنمروا باش نقطعوا الشكل ديال المطارد على هذا الشكل الاولى. فنحاولوا نقطعوه دائري باش نبدلوا في الاشكال. قلت حتى هاد الطريفات الصغار كنحتفظوا بهم. فكنكملوا التقطاع ديالو على شكل دائري، وبامكاننا حتى هذا الشكل هذا نقطعوه مائل بحال الشكل اللي قطعنا ديال الهريسه. فكيبقى اختياري. هذا غير تنوع في الاشكال. كيف كتلاحظوا بانه كيكون خارج جامد من الكونجيلاتور، فاحنا كنتحكموا فيه مزيان على هذا الشكل. دابا الان كنكملوا التقطاع ديال هاد اللولب اللي بقى لينا، ومن بعد ندوزو نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. وهذا هو الشكل النهائي ديال التقطاع ديال جوج اشكال اللي بقاو لينا، ديال الزيتون والمعدنوس اللي عطاونا اللون الاخضر، وديال المطارد اللي عملناه على هذا الشكل هذا. دابا الان ندخلوهم في الاعلى الفران بحال الاشكال الاخرى يطيبوا على نار مهيله. من بعد نهبطوهم يتحمروا شويه ونخرجوهم باش نشوفوا الاشكال النهائيه ديال الطبق ديال الفقاقس ديالنا. بالنسبه للاشكال الاخرى المتبقيه في الفرن فخرجناها على هذا الشكل هذا. كيف كتلاحظوا بان الفورمه ديالها كيف ما قطعناها بقات هي. فهذا شكل المطارد جا دائري، وهذا هو الشكل ديال الزيتون جا اخضر وجاء على شكل هرم ومثلث. دابا الان ننزلوهم في طبق التزيين ونرجعوا نشوفوا الشكل النهائي ديال الاشكال كامله ديال الفقيقسات ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال الفقيقسات. كيف كتلاحظوا بعجين وحده خرجنا 5 د الاشكال ديال الفقيقسات باشكال مختلفه وبمذاقات مختلفه، والاشكال كيف كتلاحظوا بانها جات رائعه. هذا الشكل ديال المطارد، هذا الشكل ديال الزيتون، هذا الشكل ديال الفرماج، هذا الشكل ديال الحار. كيف كتلاحظوا الشكل ديالو جا كيشهي. وهذا الشكل ديال حبيبات الخشخاش اللي زيناهم ذريعه الكتان وزنجلان، وكذلك حبيبات الخشخاش فجو رائعين. وكذلك بان الاشكال جو صغارين وجو غزالين
في الشكل ديالهم. فكنتمنى ان هاد الوصفه ان شاء الله تعجبكم، وانكم تجربوها وتشاركوها مع العائله والاصدقاء ديالكم لدعمي وتشجيعي. ما تنساوش كذلك لايك واشتراك والجرس ليصلكم جديد الوصفات. وشكرا جميعا على الدعم والتشجيع، والى وصفه قادمه باذن الله.